في حاجة كده ان احنا بقى عندنا سجن في دماغنا بسبب ان احنا ابتدينا نحس ان الاحلام غلط. انت تحلم حلم بره المتخطط لك من خلال بقى المجتمع ومن خلال اهلك، ده غلط بشكل ما. دي حاجة يعني انا حابب اتكلم فيها اكتر. هو انا شايف ان انت تحلم حاجة جديدة دي عمرها ما كانت غلط، او عمرها ما كانت ان انت بتعمل حاجة غير المألوف. اولا ده فانت اللي بتحدد لنفسك، انت اللي بتعمل لنفسك. مش محتاج ان انت يبقى مرسوم لك خطة ماشي عليها، بالعكس انت بتحاول توصل لباسم او لجورج اللي هو باسم عايز يبقى باسم، مش مجرد ان هو محطوط له هدف عايز يبقى يوصل للهدف ده. لا بالعكس، يعني هو ممكن الاهل يكونوا بس بيلحوا علينا او بيصروا علينا خوفا منهم علينا، ان احنا بعد ما شافونا وصلنا لمرحلة كويسة خايفين ان احنا نضيع المرحلة دي او نضيع اللي احنا وصلنا له ده. بس بالعكس انا شايف ان حاليا في الزمن الجديد، في الوقت الجديد، ما بقاش مجرد ان التفكير بتاع زمان اللي هو انا عندي حاجة روتينية بعملها كل يوم، بصحى الصبح اروح الشغل ارجع من الشغل. لا بقى في تفكير جديد، فكرة الفريلانسنج في الشغل بقى منتشرة جدا، فكل الناس ما بقاش مقتصر ان انا بشتغل في حاجة فانا مهتم بالحاجة دي بس. لا بالعكس، بقى انا اعرف ناس كتير بيشتغلوا سواء جرافيك او بروجرامينج، هو مش مجال دراسته اللي درسه، بس فيما بعد طور نفسه فيه ووصل فيه لمراحل كويسة. حلو أوي الفكرة بتاعت ان انت بدل ما تقول انا عايز اكون زي ده، انا عايز اكون زي جورج بعد 5 سنين، عايز اكون زي باسم، عايز اكون زي نفسك بس بعد 5 سنين بالظبط، قدام. يعني ما نحاولش ان احنا نبقى صورة من حد، لان كل واحد ربنا مميزه بموهبة، مميزه بصفة. هو يحاول ان هو يستغل الحاجة دي صح، مش فكرة صح دايما. هي برضو فكرة صح ان انا بحط حد هدف قدامي ان انا احاول ابقى زيه او مثل اعلى، بس برضو مش ان انا اغير من نفسي عشان ابقى الشخص ده. كتحفيز الشخص. كتحفيز تمام، لكن انا ما غيرش من جورج او ما غيرش من باسم اللي هو ربنا خلقه بشكله كده بصفاته كده عشان ابقى شبه حد تاني. لا كل واحد بيحاول ان هو يبقى نفسه، بس الصورة الناجحة لنفسه. يعني من الاخر خلاص ما يسيبش حاجه في الطبق بتاعك. بالظبط، انت دي حياتك، ربنا خلقك كده، هو مميزك بكده. كل واحد فينا مميز بحاجة حتى لو هو شايف ان هي دي مش ميزة ليه، بس لا هو ربنا خالق جورج كده او خالق باسم كده، وهو عارف ان باسم ده لو ركز في صفاته وحاجاته هيعرف يوصل لحاجة كويسة. انت بتبقى عندك مميزات صغيره جدا انت مش عارف تستخدمها ازاي، بس لما بالظبط. يتجمعوا مع بعض بيكونوا الشخصيه نفسها. ما هو اي حد يعني تايه او مش عارف، لا يبقى هو لازم يقعد مع نفسه الاول يشوف هو بيعرف يعمل ايه. ده اللي هيخليه لما يعمل الحاجة دي فهو عاملها بناء على امكانياته، مواهبه اللي هتعرف تنجح الحاجة دي.